السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل شرح سلسلة الدول الإحصائية دالة من وماكس اللي هي بتجيب أصغر وأكبر قيمة، وهنفرق ما بينها وما بين دالة سمول ولارج اللي هي بتسمح لي إن أنا أحط الترتيب بتاع القيم داخل الدالة. يعني أنا لو عايز أجيب أول أصغر قيمة، تاني أصغر قيمة، تالت أصغر قيمة، وهكذا، فده اللي هتعمله لنا دالة سمول ولارج بديلا عن دالة ماكس ومن. ايكوال كده sum سمول سوري. بيقول لي الاري بتاعي اهو، واثبت F4 من الكيبورد. بيقول لي ايه الكي بتاعك؟ الكي بتاعك ده بقى اللي هو انا لو حطيت له رقم واحد بقى هيجيب لي اول اصغر قيمة، رقم اتنين هيجيب لي تاني اصغر قيمة، رقم تالت اصغر قيمة، وهكذا. فممكن نستبدل الكلام ده، بدل ما نكتب يدوي بنستخدمه بدالة رو اللي هي بتجيب لي الترقيم التلقائي داخل المعادلات، اللي هي دالة رو أصلا في الأساس بتجيب لي رقم الصف، فلو استخدمتها جوه المعادلات هتجيب لي ترتيب تلقائي للأرقام. فرو A1 دي يعني رقم واحد، لو رو A2 فده كده رقم اتنين، يعني الصف رقم اتنين، الصف رقم تلاتة، وهكذا لما أسحب المعادلة. تمام. دوس كده انتر وشد كده المعادلة بتاعتي. فهنا كده دالة سمول جابت لي اول اصغر قيمة، تاني اصغر قيمة، تالت اصغر قيمة، وهكذا. طب ايه الخطأ ده؟ الخطأ ده علشان هي خلاص ما لقيتش ارقام تانية. هي هنا في احمد ده اسم، فهتتغاضى عنه، مش هتحسبه ان هو رقم، والخلية الفاضية برضو بالنسبة لها مش رقم، فطلعت لي خطأ. تمام. طيب ممكن حضرتك تقول لي مثلا ان انا لو عملت سورت كده، فده هيجيب لي برضو الترتيب التصاعدي بتاع الارقام. تمام. بس اقول لحضرتك ان انت لو غيرت مثلا الترتيب ده وحطيت مثلا رقم اصغر من ال200 مش هيطلع فوق. تمام، عشان السورت مش دايناميك. لو حطيت 100 مثلا هتفضل ال100 مكانها، لكن في دالة سمول هي رتبتها لي تلقائي. لازم بقى اعمل سورت تاني كده علشان ال100 تطلع فوق. تمام. اخد كده المعادلة دي واطبقها على لارج، بس اغير الاسم بتاع الدالة بنفس المكونات بتاع دالة سمول، بس هحط دالة لارج. هتجيب لي برضو اكبر اصغر اكبر اول قيمة، اول اكبر قيمة، وتاني اكبر قيمة بالتسلسل كده. تمام، اللي هو من الكبير للصغير يعني. فده كان دالة سمول ولارج، والفرق بينها وبين دالة من وماكس. متنسوش اللايك والسبسكرايب، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. هسيب لكم دالة رو في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.